دي كوني وده جوزها ريك، وعلاقتهم متوترة بسبب انهم مش قادرين على انجاب طفل، ودفعوا فلوس كتير جدا على علاجات. ولما حصل حمل كوني فقدت الطفل، فساعتها ريك قرر انه يشتغل شغل يخليه بعيد عنها لمدة 3 اسابيع كل شهر. ولما بيرجع البيت بيفضل يبهدلها انها مش شغالة وانهم خسروا فلوس كتير على علاجها، وكمان هوسها بالكوبونات وانها بتخزنها عشان تشتري حاجات بكميات كبيرة جدا وتملى بيها البيت، فبالتالي ما بتشوفش الجدران اللي بتفكرها بالخلفة. وبعد ما جوزها بيسافر لشغله بتتعرف كوني على جارتها جوجو اللي عندها قناة يوتيوب ومهووسة بالكوبونات برضه، فبتحاول تبيع مكياج لكن شغلها مش ماشي كويس قوي. وفي يوم بتروح كوني تشتري من السوبر ماركت بالكوبونات، فبتقدر تقلل الفاتورة من أكتر من $100 ل 16 بس. وبترجع البيت ترص الحاجة، لكن لسوء الحظ بتشوف رسمة كانت حطاها على الحيطة عشان البيبي بتاعها، فبتكتئب وبتفضل تاكل حبوب كتير لكن طعمها ما بيعجبهاش، فبتبعت شكوى لشركة الحبوب دي فبيبعتولها كوبون تقدر تشتري بيه حبوب جديدة. ولما بتروح السوبر ماركت البياع بيقولها ان كل الشركات بتعمل كده لما حد يبعت لهم شكوى، فبتستغل كوني الفكرة وبتبعت لكل شركات الأكل الشكاوي، فطبعا كلهم بيبعتولها كوبونات شراء مجانية. وبتيجي جوجو تشوفهم فبتكون مندهشة من اللي كوني عملته، وبيعجبها جدا لدرجة انها بتطلب منها تشتري كوبونات. فكوني بتلاحظ انها لو عملت كده هتكون كسبت 100% من حاجة هي جايباها ببلاش، وده طبعا عمل تجاري مربح جدا. فبيدوروا هما الاتنين على النت لحد ما بيلاقوا ان المكان اللي بيصنع الكوبونات قريب جدا من مكان سكنهم، فبيقرروا انهم يسرقوا شوية ويبيعوهم ويستفادوا منهم. وده كين مفتش الكوبونات اللي بيروح للسوبر ماركت عشان يتأكد من كوبون، فبيلاقي ست عجوزة مودياه فبيطلع الكوبون مزيف، فبيرفض يساعد الست الكبيرة دي لأنه شخص بطبعه قاسي جدا. وفي مرة وهو راكب طيارة طلبت منه يسيب ابنها يقعد مكانه علشان يشوف هبوط الطيارة لأن الولد متوتر جدا، لكن كين بيرفض ويقول لها إن مش لازم نحقق للأطفال كل حاجة عايزينها. وتاني يوم كوني وجوجو بيروحوا لمصنع الكوبونات وبيشوفوا 2 متجوزين هما أليخاندرو وروزا اللي شكلهم يقدر يساعدهم، وفعلا بيروحوا لهم البيت وبيعرفوا ان روزا حامل ومحتاجين فلوس، فبيعرضوا عليهم انهم يسرقوا لهم كوبونات وهم يبيعوها وبعد كده يدوهم جزء من الارباح دي، فطبعا بيوافقوا عشان ابنهم اللي جاي في السكة. وفعلا أليخاندرو بدأ يسرق كل فترة علبة مليانة كوبونات ويبعتها لكوني وجوجو. بعد ما توصل لهم العلبة عملوا موقع ترويج للكوبونات دي وبدأوا يبيعوه، وبدأت جوجو كمان تعمل إعلانات على قناة اليوتيوب بتاعتها، وشغلهم نجح جامد جدا وكسبوا فلوس كتيرة جدا جدا. لكن مع الوقت بدأت محلات السوبر ماركت تلاحظ كتر الكوبونات وبدأوا يبعتوا لكين لأنهم كده بيخسروا فلوس كتير. فبدأ كين يحقق في الموضوع لحد ما وصل لعنوان عميلة اشترت كوبونات من جوجو بسبب قناة اليوتيوب بتاعتها وحكت له على كل حاجة. وبيبحث كين عن الموقع بتاعهم وبيلاقيه فعلا، فبيضطروا يلجأوا لهاكر اسمها تينا من الدارك ويب، وطبعا بتهزقهم انهم عملوا حاجة زي كده قدام الكل بالشكل ده، وبتمسح لهم كل الفيديوهات بتاعتهم وبتقول لهم انهم لازم يعملوا غسيل اموال علشان فلوسهم تبقى نظيفة قدام القانون. فبتعمل لهم بطاقات جديدة وحسابات بنكية مختلفة، وبتجيب لهم كمان بيت يستخبوا فيه ويكملوا شغلهم منه، ولازم يستنوا 6 شهور على الاقل قبل ما يصرفوا اي فلوس تاني. وطبعا بسبب تينا كين مش هيلاقي اي دليل ضدهم على الانترنت، فهيروح للاف بي اي اللي هيدوا القضيه لاي موظف عندهم وخلاص. وجوجو وكين هيرجعوا يكملوا شغلهم وهيعدي ال6 شهور وهيبداوا يصرفوا الفلوس براحتهم، فهيشتروا حاجات غاليه جدا عشان يقدروا يبيعوها بعدين، وبكده يكونوا عملوا غسيل لاموالهم. فبيجيبوا عربيات وقوارب وطياره خاصه واسلحه كمان، وهيسافروا لاس فيجاس يتناقشوا هيعملوا ايه في فلوسهم. فجوجو بتقول انها هتساعد امها تجيب بيت، وكوني هتعمل تجربة علاج خصوبة مرة تانية. لكن المفاجأة ان كين هيقابل مفتش جديد اسمه سايمون اللي هيشتري كوبونات منهم عشان يعرف تفاصيل مكانهم وهيقرر يسافر لهم. وفي نفس الوقت كوني هتروح لعيادة الخصوبة وهتعرف ان دي اخر فرصة ليها للحمل، فهتقرر انها تاخد عينة من اي متبرع بدل جوزها ريك. وبعدين هيجي وقت انهم يبيعوا كل اللي اشتروه ويحطوا الفلوس بكميات قليلة في البنك. وفي نفس الوقت هيرجع ريك وهيلاحظ التلفزيون الجديد، فكوني هتقوله انها اشتغلت موظفة مبيعات وانها بطلت تستخدم الكوبونات، فهيتبسط جدا ويقول لها انها كده اكنها زوجة جديدة. فهتتضايق كوني وهتصمم انها تعمل العملية بعينة المتبرع مش عينته هو. وكين وسايمون هيروحوا يوصفوا للناس كوني وجوجو لحد ما هيقدروا يوصلوا للمكان بتاع بيتهم، وهيجهزوا القوة وهيتقبض على كوني وجوجو وهيبدأ التحقيق معاهم. فجوجو هتعمل انها ملاك وما تعرفش اي حاجة، لكن كوني هتعترف، بس هتعرف انها لو اتحملت المسؤولية كاملة ممكن تلبس 40 سنة بتهمة الاحتيال. فهتحاول تقنع جوجو انها تعترف معاها، لكن جوجو هتطلع بكفالة بعكس كوني اللي جوزها هيجي يبهدلها على اللي هي عملته، وهيرفض كمان يدفع لها الكفالة او يخرجها من السجن، فهتطلب منه الطلاق.
وبعدين كوني هتعين محامي شاطر جدا بفلوس كتيرة قوي، هيقدر يقنع الكل ان كوني وجوجو قدروا انهم يستغلوا نفس الثغرة اللي الشركات بتعملها علشان يزودوا المبيعات بتاعتهم، وهيتحكم على جوجو بالسجن لمدة 10 ايام بس، وسنة كمان مراقبة، لكن كوني هتاخد 11 شهر سجن. وطبعا كين وسايمون مش هيعجبهم الحكم، لكن هيعرفوا ان الحكم مخفف حفاظا على سمعة الشركات اللي اتضحك عليهم، وهتبدأ حياة الكل تتغير. عندك مثلا كين هيبدأ يكون لطيف أكتر مع الناس، وكوني هتتطلق من ريك وهتكتشف إن علاج الخصوبة نجح وإنها حامل في السجن. وطبعا الحكومة هتاخد أرباحهم، لكن حظهم إنهم هيسيبوا صناديق المنتجات مع جوجو، فهتطلع جوجو كانت مخبية الفلوس في الصناديق دي طول الوقت، وهتسافر لدولة تانية عشان تعمل عملية احتيال جديدة، وهي طبعا مستنية صاحبتها تخرج من السجن هي وابنها، وهيرجعوا للنصب من تاني. وبس كده. لو عجبك الفيلم اعمل لنا سبسكرايب وشجعنا عشان نكمل. شكرا.